فهاد العالم ماشي قاع الناس اللي كتبتسم ليك كتحب ليك الخير. كاين اللي كيعرف يلبس قناع الطيبه غير باش يدخل لحياتك، باش يعرف نقاط الضعف ديالك ومن بعدها يستعملها ضدك. هاد النوع من الناس مكيهاجموكش بالسيف، كيهاجموك بالكلمه وبالنظره وبالذنب وبالمشاعر. لكن ما تخافش، الجميل هو ان عندك سلاح اقوى اللي هو الوعي. الوعي هو الدرع اللي كتحمي به الروح ديالك وقلبك وكرامتك. اليوم غادي نتعلموا كيفاش تكون انسان واعي قوي وعاقل، ماشي بارد وماشي قاسي، لكن فايق ومتيقظ. لانه اللي ما كيعرفش يحمي راسو من التلاعب غادي يعيش حياته كلها في شي لعبه ديال شي واحد اخر. داكشي علاش غادي نحاولوا نعالجوا هذا الموضوع في هذا المقطع، ولكن قبل ما نبداو كيف العاده ما تنساوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. التلاعب ماشي إقناع، الإقناع هو أنك توضح فكرة وتخلي الآخر يختار بحرية. أما التلاعب فهو أنك تحرك الشخص باش يدير داكشي اللي بغيتيه انت من غير ما يحس ومن غير ما يكون عنده حرية حقيقية في الاختيار. المتلاعب ما كيستعملش القوة البدنية، كيستعمل العواطف، كيخليك تحس بالذنب وبالخوف وبالواجب، كيخليك تثيق أنه هو الضحية وأنك انت هو المذنب. وغالبا كيبدا التلاعب بالحب وباللطف وبالكلمات الجميلة، لكن مع الوقت كتكتشف انه كان حب مشروط. بحال مثلا في العلاقات ممكن يكون الشخص كيعاملك مزيان غير ملي كتكون انت كترضيه، ولكن ملي كتقول ليه لا كيتبدل عليك وكيولي بارد من جهتك. يعني هذا الامر هذا سميتو التلاعب العاطفي. يعني كيصيفط لك واحد الرساله في عقلك اللاواعي، اما دير داكشي اللي بغيتو انا ولا نحرمك من الحنان. الحدود ماشي قسوة، الحدود هي الطريقة اللي كتقول بها العالم فين كيسالي انا وفين كتبدا انت. حدودك ممكن تكون في الوقت، في الطاقة، في الكلام او في الاحترام، ماشي كل قسوة. بعض الامتناعات هي اللي كتنقدك. قبل ما تجاوب اي طلب سول نفسك، واش هادشي هذا نابع من الرغبة ديالي ولا من الخوف ديالي؟ اذا كان من الخوف غالبا راه تلاعب. المتلاعب كيبني السلطة ديالو على الضعف ديالك. كل مرة كتقول فيها ما قصدتش نقلقك، اسمح لي يمكن غلط، فهو كيربح جولة. القوة الحقيقية ماشي انك تكون بارد، ولكن انك تعرف فين تبدا مسؤوليتك وفين كتسالي. بحال مثلا ام واب كيقولوا انا ضحيت عليك وانت ما قدرتينيش. هاد الجملة فيها عاطفة حقيقية ولكن فيها ضغط عاطفي كبير. يعني الرد الناضج خصو يكون كنحترم اللي درتيه ولكن حياتي عندها اختيارات مختلفة. يعني الخلاصة ديال هادشي، اللي باغي يلومك باش يتحكم فيك ما كيبغيكش ترتاح، كيبغيك تبقى محتاج ليه. وهنا خصك توقف وتمد يدك لنفسك قبل اي واحد اخر. كاين علامات كتقول لك بوضوح راك وسط لعبه، منها كتحس بالذنب بلا سبب واضح، ولا كتحس انك خصك ديما تبرر نفسك، كتحس انك ما قدرتيش ترضي الاخر شنو ما درتي، ولا كل مره كيوقع شي مشكل كتفكر في ردة فعل الاخر اكثر من واش هذا القرار صحيح ولا لا. كتحس انك ما بقاش عندك طاقه وانك عايش على اعصابك. بحال مثلا المدير ديالك في الخدمه كيعطيك مهام مستحيله وكيقول لك انا كنت عارف انك الوحيد اللي تقدر نعتمد عليه، ما تخيبنيش. كيستعمل الثقه والاحترام كاداه ضغط باش تخدم فوق الطاقه ديالك، لكن في الحقيقه هو كيتلاعب بالمشاعر ديالك. وكذلك مثلا شي صديق ديالك دائما كيدير راسو هو الضحيه باش يتهرب من المسؤوليه، وانت كتولي دائما اللي كيتحمل اللوم بوحدو. هذا النمط ماشي عادي، هذا راه هو التلاعب النفسي. ماشي كاع المعارك كتستحق الاستمرار. كاين علاقات ما كتصلحش، وكاين ناس ما غاديش يتبدلوا لانهم ما كيبغيوش يتغيروا، باغيينك تبقى ضعيف باش يبقاو هما اقوياء. كل مره كتحاول توضح مشاعرك كيقول لك راك درامي بزاف. كل مره كتحط حدود كيتهمك بالبرود. هذا القرار صعب لكن واجب. خصك تنسحب قبل ما تفقد راسك. الهروب من التلاعب ماشي ضعف، هو قمة القوة، لأنك اختاريتي راسك واختاريتي راحة البال على حساب الرضا ديال الناس. المواجهة ماشي حرب، هي فن. انك توقف بوجه السلوك ماشي توقف بوجه الانسان. قول هضرتك بوضوح بلا غوات وبلا خوف. المتلاعب غادي يحاول يتهرب، غادي يضحك ولا يقلب الطاولة عليك. ما تجاوبش بالغضب، جاوب بالهدوء. الهدوء هو السلاح اللي كيربك المتلاعب. كلما كنت كتعرف راسك اكثر صعب يتلاعبوا بك، لان المتلاعبين كيدخلوا من الابواب المفتوحه اللي كتخليها بلا وعي. الباب ديال الخوف من الرفض، الرغبه في الحب والحاجه للتقدير. حاول تكتب لائحه ديال الحاجات اللي كتخليك ضعيف. واش كتخاف تخسر شي شخص ولا كتخاف يكرهوك الناس؟ سول راسك، واش حبي للناس اهم من احترامي لراسي؟ بحال مثلا واحد الصديق كل مره كيهينك وكيقول لك انا غير كنضحك معاك، ولكن كل ضحكه كتكسرك من الداخل. الا ما كنتيش عارف قيمتك غادي تبقى ساكت باش ما تخسرش العلاقه، لكن في الواقع اللي كيتقبل الاهانه باسم الحب كيتنازل على راسه.
حد لنا كنكون وصلنا لنهاية هذا المقطع هذا. كنتمنى يكون كيتوفر على شي معلومات مفيدة لكم، ودمتم في رعاية الله.